اللي قدامك دلوقتي ده حاجه اسمها في اف اكس، وفي اوقات تانية بيكون اسمه سي جي اي، وهو معناه فن صناعه المؤثرات البصريه. فلو عايز تتعلم ازاي تعمل تاثيرات زي دي فانا عامل لك كورس مخصوص بيشرح لك كل ده خطوه بخطوه. ودلوقتي تعالى نتكلم عن محتويات الكورس. الكورس متقسم لثلاث اجزاء: البرنسبلز او الاساسيات، البراكتس او الممارسه، واخر حاجه هي البروجكتس او المشاريع الكامله. والتقسيمه دي معموله لهدف معين مهم جدا، وهي انك تتعلم بطريقه منظمه وتقدر ترجع لاي جزء انت محتاجه بسهوله، وكمان تتمرن على كل المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت شغال. طيب الكورس ده مناسب لمين؟ يعني لو انت لسه اول مره هتفتح البرنامج فانا عامل لك كورس تاني مجانا بيشرح الاساسيات كلها من الصفر، سواء انت لسه بتبدا او بدات خلاص هتلاقي مكانك معانا. طيب محتويات الكورس: الجزء الاول البرنسبلز او المبادئ. الجزء ده بيوضح لك الاساسيات والمراحل اللي لازم اي شوت في اف اكس يعدي عليها. ازاي تصور الشوت، ومش بس تصوره، ازاي تصوره بطريقه تخدمك بعدين في الشغل. ايه هي التريكات اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتصور. ازاي تنقل حركه الكاميرا دي لل 3 دي. ايه الفرق ما بين التراكنج سواء المانيوال او السيمي اوتو او حتى الاوتوماتيك. وكمان هنتكلم في مواضيع تانية اساسيه مهمه جدا، زي البايب لاين بتاع الفي اف اكس بيمشي ازاي، وايه اول مرحله، ومين بيسلم مين، والموضوع بيمشي ازاي، والكلر مانجمنت والتحكم في الالوان، وازاي بننقلها من برنامج للتاني من غير ما تبوظ. وكمان ازاي تعرف تعمل اتش دي ار اي في المكان اللي انت بتصور فيه، ده طبعا لو عندك الامكانيه. كمان بنتكلم على نظام الايسز اللي بيساعدك انك تطلع الوان بشكل سينمائي واحترافي، وجزئيه الريندر باسز انك تطلع الريندر بتاعك على هيئه لايرز تقدر تعدل عليها براحتك في الكومبوستنج. الجزء ده هدفه يجهزك باساس متين يفهمك الدنيا قبل ما تبدا تطبق. طيب الجزء الثاني اللي هو البراكتس او الممارسه والتطبيق، وهنا بقى كل النظريات هتصطدم بالواقع. هنا هنبدا نطبق كل اللي اتعلمناه ونشوف ازاي نقدر نتعامل مع مشاكل حقيقيه هتواجهنا، زي مثلا مشاكل التراكنج اللي ما بتخلصش، او زي الشطات اللي ما فيهاش ارض او فيها حتى اضاءه مزعجه، كمان الشطات اللي متصوره على ترايبود، او حتى الشطات اللي ما فيهاش حركه اصلا. انا عايز اقول لك ان انا عملت 11 فيديو بشرح فيهم التراكنج، كل واحد فيهم فيه مشكله مختلفه عشان تبدا تتعود تحل المشاكل دي بنفسك. وال11 فيديو دول مش هيقفوا لحد كده، لا هم قابلين للزياده، بس هقول لك قدام شويه ازاي. ومش بس كده، احنا هنا كمان بنتكلم عن الفيزيكس، ازاي الطبيعه والعناصر بيتفاعلوا مع بعض، لان طبيعي طالما بنحاول نعمل حاجه خياليه وهتكون موجوده في بيئه طبيعيه فطبيعي يكون في هنا فيزيكس. هنتكلم عن حاجات زي الريجيد بودي، الكلوز سيميوليشن، البارتيكل سيستم، الميه والدخان، وكل الحاجات اللي بتطلع الفيجوال شكله حقيقي وواقعي. كمان هنتكلم عن حاجات زي الريكونستراكشن، الاوبتمايزيشن، الريلايتنج، الكومبوستنج. الجزء ده بالذات في الكورس انا عامله بطريقه تخليه متجدد، وصدقني ده من اهم الحاجات اللي انت محتاج الكورس ده عشانها. ليه؟ لان الجزء ده يعتبر بتاعك انت، لو قابلتك مشكله معينه وانت شغال هترجع له وهتلاقي فيه الحل. وكمان باستمرار هشوف لو في مشكله متكرره ظهرت مع ناس كتير هنضيفها هنا وهتبقى مرجع ليك في اي وقت. الجزء الثالث بقى هو البروجكتس، وهنا بقى التطبيق الحقيقي، مشاريع كامله هنبداها مع بعض خطوه بخطوه عشان نطبق فيها كل اللي احنا اتعلمناه. هنمشي على ورك فلو ثابت وسهل تعديله، وكمان هتلاقي في كل مشروع تيبس اند تريكس انا متاكد انك عمرك ما سمعتها قبل كده. والمميز كمان ان المشاريع مش هتكون بس في اف اكس، لا هي هتكون في اف اكس وسي جي اي زي اللي انت شايفهم قدامك كده دلوقتي. وكل الملفات بتاعه الشغل سواء بروجكتس فايل او اسيتس هستخدمها خلال الكورس هتبقى متاحه ليك تقدر ان انت كمان تستخدمها. غير كده كمان هنتكلم عن الادونز، ولو انت ما تعرفش يعني ايه ادونز او ما بتستخدمهاش فصدقني انت فايتك كتير جدا. هتشوف ازاي تقدر تضيف ادوات قويه تقدر تسرع شغلك وتطلع نتائج ممتازه. والكورس ده كمان في الكورس متجدد وبيتحدث حسب الكالندر او الخط الزمني اللي انا حاططها له عشان نغطي اكبر عدد ممكن من المشاريع والسيناريوهات اللي ممكن تقابلنا. يعني باختصار كده زي ما بيقولوا ده زريل ديل. طب وبالنسبه للدعم، بس هي دي سيرفر الديسكورد اللي احنا عاملينه هيكون هو المكان اللي احنا هنتجمع فيه كلنا، سواء عشان تسال اسئلتك او تشوف اجابات على اسئله ناس كانت قبلك وتلاقي حلول لمشاكل قابلت ناس قبل كده واشتغلنا على حلها سوا. يعني لو قابلتك مشكله ممكن تدخل على السيرفر وتشوف هل هي قابلت حد قبل كده ولا لا، ولو لا فهي مشكله جديده هتحطها ونجاوبك عليها. ده غير كمان ان المكان ده اللي احنا هنعمل فيه اللايف سيشنز اللي هنطلع فيها مع بعض، سواء بقى كانت اسئله واجوبه او حتى عشان نشوف المشاريع ونبدا نقيمها مع بعض. وكمان هنشتغل لايف على شطات ومشاريع حقيقيه. اللي انا عايز اقوله ان انت هنا مش لوحدك، والمجتمع اللي حوالين الكورس ده هيساعدك انك تكمل وتتطور بشكل اسرع. الكورس ماشي على كالندر واضحه بمواعيد نزول لكل فيديو، وكمان في تفاصيل اكتر ممكن تشوفها من على الويب سايت. في الاخر انا عايز اقول ان انا بحب المجال ده جدا وبستمتع بكل لحظه فيه. كل التعب اللي بتعبه بينتهي اول ما بشوف الريندر طالع قدامي، وهدفي في الكورس ده اني انقل لك التجربه دي كامله، اني اساعدك انك تتعلم صح، تمشي على ورك فلو صح، او بمعنى اصح يا برو تشتغل لايك برو. ودلوقتي بعد ما شرحت لك كل حاجه حوالين الكورس فاعتقد انه مش هيكون قيمه مقابل سعر خالص، بالعكس ده هيكون استثمار بشكل كبير جدا. فلو شايف نفسك مستعد خش على اللينك وخلينا نبدا الرحله سوا.